اسمها أم دماغ. أم دماغ كانت بنت شطورة وناجحة وموهوبة في حاجات كتير، تاخد كورسات ومعاها شهادات وتحضر حاجات وتشتغل على أهدافها وتطلع الأولى. ولكن للأسف زي كل حاجة حلوة في الدنيا الموضوع ما استمرش كتير. تروح الأيام وتفوت السنين وأم دماغ تدخل في اكتئاب وتبطل سعي وتبطل تحلم، ما بقتش حتى قادرة تقرأ صفحة من الكتاب. أم دماغ فكرت في الانتحار. أيوة، أصوات كتيرة في دماغها بتقول لها أنت فاشلة، الكل سبقك، هتفضلي في مكانك. كل اللي حواليها كانوا بيقولوا لها نفس الكلام اللي بتقوله لنفسها، ولكن بطريقة معسولة حبتين. وأخيرا وبعد سنين لقت أم دماغ أمل من جديد عشان تبرر لنفسها واللي حواليها تصرفاتها وكسلها. وسر الأمل ده بقى عند معظمنا بعد حلقة الدحيح اللي بتتكلم عن ال ADHD. أم دماغ تبنت الفكرة بدون تحليلها، أخدت الكلام وطبقته على نفسها بدون رجوع لأي خبير. كل ما تكسل أو تعمل حاجة غلط أو تتأخر أيا كان الفعل، ترد أم دماغ فورا على نفسها وعلى اللي حواليها: معلش أصل ال ADHD مبهدلني. ال ADHD بقى شماعة لأم دماغ عشان تقلل الإحساس بالفشل والذنب اللي بتحسه. واستمر الموضوع شهور وأيام، بس أم دماغ مش مبسوطة. سألت نفسها: طب وبعدين مش هحقق حاجة ولا هستمر؟ معقول دي حياتي وهفضل على الوضع ده كتير؟ وتبدأ أم دماغ تبحث عن روتين يوم تعمله و10 دقايق، كورس جديد تدفعه وبعد يومين تكتشف في مجال تاني أجمل. تسمع من هنا البرمجة هي المستقبل أو الذكاء الاصطناعي، لازم تتعلم جرافيك. وتلاقي أم دماغ نفسها بترجع لمنطقة الراحة تاني وتبدأ تدخل في دوامة جلد الذات اللي مش بتخلص، وتبدأ تصبر نفسها: ما يمكن أنا ADHD فعلا، ازاي كل دول نجحوا وأنا لأ؟ ازاي مش عارفة أتعلم حاجة؟ لكن بعد كتير من الصراع اللي جواها تقرر تهدى، تاخد نفسها وترجع خطوة لورا، وتقرر تدور وتلاقي حل. وبعد الكثير والكثير من البحث اكتشفت أم دماغ إنها مش ADHD، وده لأنها ما كانتش كده الأول أصلا. اكتشفت أكبر صدمة في حياتها: إنها مشتتة وبتلف في نفس الدايرة حوالين نفسها. لكن أم دماغ قررت إنها مش هتستسلم للوضع ده وقررت إنها تفوق. أم دماغ أول حاجة عملتها إنها أخدت ورقة وقلم وسألت نفسها كذا سؤال: أنا ليه مشتتة؟ أنا ليه مش باصة؟ أنا بعمل إيه غلط؟ إيه روتيني؟ إيه هو هدفي؟ والكثير والكثير من الأسئلة. وأهم سؤال: لو أنا ما وصلتش لهدفي، إيه ممكن تكون الأسباب اللي منعتني إني أوصل؟ أم دماغ حطت إيديها على المشكلة، وعشان كده لازم دلوقتي تلاقي لها حل. ملحوظة: أم دماغ بدأت تراقب نفسها ويومها كويس قبل ما تجاوب على الأسئلة دي. وبعد كل ده اكتشفت أم دماغ إن أكبر مشتت بالنسبة ليها هو حتة الحديدة دي. أم دماغ شافت السكرين تايم بتاعها، لقت نفسها بتقضي فوق ال10 ساعات بتسكرول، بتقضي نصهم على انستجرام تشوف فيديوهات القطط وتشوف القط مياو وعمل ايه في مراته لما شافها مش عارفه بتعمل ايه، او بتتفرج على حياه الناس وهي بتحقق احلامها وهي واقفه مكانها بتشجعهم وبتتمنى تكون زيهم. أم دماغ أدركت أخيرا إنها هي السلعة وإن وقتها هو الثمن، وإن الدوبامين الرخيص اللي بتاخده من السكرولينج هو السبب في كسلها وإرهاقها وتأنيبها وجلدها لذاتها. خلاص أم دماغ قررت تلاقي حلول عملية متجربة عشان تزود تركيزها وتقلل التشتت. وأول قرار أخدته أم دماغ إنها تعمل أنفولو لأي شخص تافه أو أي شخص مش بيضيف قيمة حقيقية لحياتها. وكمان بطلت تقارن وقت حصادهم بوقت زرعها، بدأت تراقب استخدامها للسوشيال ميديا، بطلت تمسك الموبايل أول ما تصحى من النوم أو قبل ما تنام، بدأت تتحرك وتجبر نفسها تقعد لوقت طويل تقرأ أو تتفرج على بودكاست أو تحضر كورس لوقت طويل من غير ما تزود السرعة. الموضوع كان صعب وممل جدا في الأول، بس أم دماغ عارفة إن ده هو الحل. ولما كانت تلاقي نفسها هتنغمس في الموبايل كانت تستخدم ابلكيشن زي كيمي أوت وواحد تاني مش فاكرة اسمه عشان يقفلوا ويجبرها إنها تبطل تشتت نفسها. ولما كانت تلاقي نفسها بتسوف أو بتفكر في حاجة تانية بعيدة عن الهدف كانت تعد من 1 ل5 وتقوم فورا تبدأ في المهمة بدون تفكير. دماغ قررت تعمل روتين ثابت، بس المرة دي مش هتجرب روتين حد، هتعمل روتين مناسب ليها هي وبس، مناسب مع أهدافها ونظام حياتها. وكمان أدركت إن تعلم اللغات بيزود من الروابط العصبية وبالتالي بيزود من الذاكرة والتركيز، وعشان كده قررت تزود حصيلتها اللغوية أكتر من I like
وايواز. اكتشفت كمان ان من اهم الحاجات اللي ممكن تزود قلة التركيز هي سوء التغذية، فبدأت تهتم باكلها وصحتها وتمارس شوية رياضة. زي ما كلنا عارفين العقل السليم في الجسم السليم، وعرفت ان لو مش عندها خطة واضحة طبيعي تتشتت وتسير خلف القطيع. بدأت تحط مهمة واحدة تشتغل عليها on a time وتبعد عن تعدد المهام. وكمان اخدت بالها انها كل مره بتبقى متحمسه قوي وعاوزه تعرف كل حاجه في وقت قصير ومش بتبقى عاوزه تاخد اي راحه. ده اكبر غلط، ولذلك قررت انها لازم تاخد راحه. وطبعا ظبطت نومها وحاولت تقتل وقت الفراغ في حاجه مفيده، ولما ما كانتش بتعرف تعمل ده اتعلمت تحب وقت فراغها. دماغ ادركت ان الافكار كلها حلوه وانها ممكن تنفذها، لكن صعب تنفذها كلها، لازم تختار فكره واحده بس. ولما خلاص عرفت كل ده بقت تشتغل او تذاكر في دايره مغلقه مفيش فيها اي مشتتات، واعترفت انها انسانه ممكن احيانا تكون ضعيفه ومتعرفش تقاوم، فلازم تمنع المشكله من جذورها. اخدت نفس وهديت وبدات من جديد واحده واحده وبالتدريج. اصلها مش في سباق مع حد. دماغ انسانه مليانه عيوب، ولكن دماغ انسانه طموحه وعشان كده بتحب تشتغل على عيوبها وتطور من نفسها، واخيرا بترجع لحياتها ونشاطها وعلاقتها وتبطل تعيش في ميه البطيخ. ولو تحب تشوف دماغ وهي بتبدل عاداتها السيئه وعيوبها بعادات احسن، اعمل سبسكرايب ولايك وبس كده.